تقرير حول ظاهرة تبذير الماء في مدرستنا. في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، قمت مع زملائي بإعداد هذا التقرير للوقوف على كيفية استهلاك الماء في مدرستنا، والتعرف على مظاهر التبذير، واقتراح بعض الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة. لقد لاحظنا أن مدرستنا تتوفر على مرافق صحية وصنابير في الساحة، إلا أننا سجلنا عدة نقائص، منها ترك الصنابير مفتوحة بعد الاستعمال، وجود تسربات في بعض الأنابيب، بالإضافة إلى قيام بعض التلاميذ باللعب بالماء وإهداره دون حاجة. الحلول المقترحة: تنظيم حملات تحسيسية لتوعية التلاميذ بأهمية الماضي، إصلاح الصنابير والأنابيب التالفة فوراً لمنع التسرب، وضع ملصقات توجيهية فوق المغاسل تذكر بضرورة غلق الصنبور جيداً. الماء ثروة غالية، فلا تضيعوها ولو كنتم على نهر جار.